إذا كما نرى، إذا واضح أن ميدو لا يريد أن يغادر. يعني هذا قرار مدير فني لابد احترامه. يعني رأينا لاعب مثل هنري كامارا خرج ودخل حاجة ضيوف في إيه؟ لا 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 يصح. لا نحتاج لهذا التوتر في هذا الوقت يا ميدو. لا يا ميدو، أنت لاعب كبير، لاعب محترف، تعرف كل احترام لتقديرات المدير الفني و بعد ما منتخب مصر عمل إنجاز كبير جدا مع حسام حسن والدنيا مشيت عكس اللي الناس كانت متوقعاه، حبينا نرجع بيكم كام سنة لورا ونحكي لكم عن الجيل التاريخي لمنتخب مصر. ناس كتير ما تعرفش إن الجيل ده اتبنى من العدم، شوية مواهب جاية من الدوري المصري، يعني لعيبة محليين مع مدرب مؤقت أصلا ما كانش في حسابات حد. جابوا المدرب ده لأنه كان ناجح مع أندية متوسطة في الدوري ورموه في وسط النار، وعلى أمل إنه يعدل الميلة. والحقيقة هو ما عدلهاش بس، ده اكتسح القارة سنين طويلة. بس قبل ما نوصل لكل ده، تعال أقول لك منتخب مصر وقتها كان جاي منين، لا وكمان كان إيه وضعه. لأن معظم الجيل الجديد ما حضرش الفترة دي، لكن إحنا شفناها وفرحنا بيها وكمان احتفلنا في الشوارع. لكن ناس كتير النهاردة ما تعرفش أصل الحكاية ولا حتى إحنا كنا فين وقتها. أنا بس عايزك قبل ما نبدأ تصلي بينا على سيدنا محمد ودوس لايك وكمان تدعي لإخواتنا، وخليني أحكي لك. البداية في إن منتخب مصر وقتها ما كانش هو المنتخب البعبع اللي أي حد بيعمل له ألف حساب. ده كان منتخب ضايع مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين. أي بطولة ندخلها كنا بناخد على دماغنا ونرجع. ده حتى حلم مونديال 2002 طار من بدري، خرجنا من التصفيات والناس كانت بتضرب كف على كف. مش علشان الخروج بس، لا ده علشان منتخب مصر اللي الناس اتعودت عليه أيام الكابتن محمود الجوهري ده كان منتخب ضايع. والشعب المصري كالعادة كان بيصبر نفسه ويقول امتى الزمن يرجع يا جميل. بس اللي حصل كان أسوأ من اللي قبله. جت أفريقيا 2004 اللي في تونس واللي حصل فيها كانت صعقة. منتخب مصر بيخرج من الدور الأول، منتخب كأنه رايح يتمشى مش رايح يلعب بطولة. ساعتها الإعلام فتح النار والقهاوي كلها ما بقاش فيها غير سيرة المنتخب. كل واحد بيشتم وكل واحد شايف إنه عنده الحل، وفي الآخر اللي بيدفع التمن دايما هو المدرب. بعد الخروج من أفريقيا 2004 اتحاد الكرة قرر يتحفنا بقرار جديد، شال الكابتن محسن صالح وعين الإيطالي ماركو تارديلي مدرب أجنبي وكان اسم كبير. وقالوا أهو الراجل ده هيجي يشغل الشغل ويظبط الدنيا. وعلشان كده كان بياخد وقتها حوالي 40,000 دولار في الشهر، والرقم ده وقتها كان بيخلي أي حد يقول ده أكيد عبقري زمانه، لا وكمان هيعدل الدنيا. لكن من الكابتن محسن لتردلي يا قلبي لا تحزن، النتائج بقت أسوأ والمنتخب كان بيغرق أكتر وأكتر. أول كام ماتش لعبهم تردلي الناس كانت مستنية تشوف منتخب مختلف، لكن أول ما الحكم صفر نهاية الماتشات الكل عرف إن مفيش حاجة اتغيرت. بدأ تصفيات مونديال 2006، اتعادل قدام السودان في القاهرة وبعدها خسرنا من كوت ديفوار، وفضلت النتائج مش مظبوطة لحد ما حلم كأس العالم ضاع بدري جدا. وساعتها الناس كانت بتبص لبعض ومش فاهمة هو احنا كنا جبنا الراجل ده مخصوص علشان نخرج بالشكل ده. البرامج الرياضية والجرايد كل يوم منشط شكل، والقهاوي ما كانتش فيها ترابيزة إلا والناس قاعدة تتخانق على المنتخب، وكل واحد شايف انه لو كان المدرب كان هيعمل احسن منه. الناس ما بقتش بتحلم بكاس عالم ولا حتى كانت بتفكر في بطولة افريقيا، الناس بس كان نفسها تشوف منتخب ينزل الملعب يجري ويقاتل على كل كورة ويعرق على التيشيرت ويخلي الجمهور يروح بيته حتى لو خسر وهو حاسس ان اللعيبة عملت اللي عليها. لان اللي الناس كانت شايفاه وقتها شوية لعيبة بتنزل الماتش وكأنها جاية تقضي واجب، مفيش روح ولا شخصية ولا حتى إحساس إن اللي لابسه على صدره ده اسمه منتخب مصر. وده كان أكتر حاجة بتوجع أي مشجع في الوقت ده. وقتها أصلا ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا فيه لايكات ولا ريلز ولا حتى تيك توك. اللاعب كان بيتعرف من اللي بيعمله جوه الملعب، ما كانش بيتعرف من كام صورة نزلها ولا كام لقاء طلع يعمله ولا حتى كام حوار اتكتب عنه في الجرايد. وعلشان تعرف ان اللي حسن شحاتة عمله ما كانش ضربة حظ ولا حتى بطولات جت بالصدفة، لازم تعرف ان الراجل استلم ايه وبنى ازاي، وليه اللي حصل وقتها كان ليه اساس ومش مجرد توفيق وخلاص. الحكاية بدأت بعد فشل ماركو تارديلي اللي مش بس ضيع حلم التأهل لكأس العالم 2006، لا ده كمان الناس كانت مسمياه وقتها تارديلي اجازات من كتر ما كان بيسافر ويسيب المنتخب. واتحاد الكرة بقى قدامه ورطة حقيقية،
طب خلاص، طردين اللي مشي، مين هيجي بعده؟ واصلا مين المجنون اللي هيقبل يمسك منتخب بالوضع السيء ده؟ في البداية اتحاد الكرة كان بيدور على مدرب أجنبي. الاتحاد دخل في مفاوضات مع هنري كاسبرزاك وسيو بوكير، لكن المفاوضات وقفت والوقت كان بيجري ومفيش أي حل قدامهم. فقالوا المرة دي بلاش مدرب أجنبي يقبض آلاف الدولارات وفي الآخر المحصلة تبقى صفر. احنا عايزين واحد مصري حاسس باللاعب المصري، فاهم دماغه وعارف يعني ايه يفرح ملايين المصريين. ومن هنا الاتحاد المصري حط النقط على الحروف. وفي وسط الضلمه دي كلها طلع قرار جريء من اتحاد الكره المؤقت واللي كان برئاسه عصام عبد المنعم، واللي عينه وقتها الكابتن حسن شحاته مدير فني مؤقت لمنتخب مصر. واول ما الاسم طلع الدنيا اتقلبت. حسن شحاته، هو احنا هنجيب مدرب منتخب مصر بالطريقه دي؟ الراجل كان اسطوره كلاعب وعمل شغل محترم مع المقاولين العرب، لكن الناس كانت بتقول طب هو درب مين يعني؟ وهو الكرسي ده مش اكبر منه؟ البرامج التلفزيونيه وقتها اكلته اكل، والجرايد كل يوم منشط جديد. لا وعلى القهاوي كمان كل واحد كان عامل فيها خبير. واحد يقول ده مش هيكمل شهر، والتاني يقول اول ماتشين وهيمشي، لا والتالت يقول المنتخب اكبر منه. اما لقب المدرب المؤقت فضل لازق في حسن شحاته، والكل كان مستني يغلط اول غلطه علشان يطير. حتى ابراهيم محلب رئيس المقاولين العرب وقتها هاجم اتحاد الكرة لانهم خدوا مدربه من نص الموسم. لكن اللي الناس كتير ما كانتش واخده بالها منه ان حسن شحاته ما كانش داخل من الشارع، لان الراجل ده كان ماسك منتخب الشباب 2003 واشتغل بايده مع عماد متعب ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه وحسني عبد ربه واحمد فتحي ولاعيبه كتير هيبقى ليها شأن كبير بعد كده. وقبلها كان واخد المقاولين، لا وكمان كسب بيهم كاس مصر بعد ما عدى على الاهلي والزمالك. يعني الراجل كان داخل وهو عارف بيعمل ايه، وعارف اللعيبه المصريه بتفكر ازاي، وعارف ازاي يبني فريق من غير ما الدنيا تتقلب فوق دماغه. لا وكمان كان معاه شوقي غريب، الراجل اللي لف سنين في منتخبات الشباب وعارف محمد شوقي وحسام غالي ومحمد عبد الواحد وجمال حمزه. يعني الجهاز الفني ما كانش بيتعرف على لعيبه لاول مره، ده كان حافظ شخصياتهم وعارف مين يستحمل الضغط ومين لا. وده فرق جدا في السيطرة على أوضة اللبس. لكن حسن شحاتة مرضيش يبقى نسخة من اللي قبله، ولا جامل حد ولا خاف من اسم حد. احتفظ بجزء من القوام الأساسي، لكن ابتدى واحدة واحدة يشيل أسامي كبيرة. لا وكمان بدأ يجرب في أسامي تانية. استبعد حازم إمام وأحمد بلال وطارق السعيد وعبد الستار صبري، وفي نفس الوقت رجع حسام حسن. والإعلام اتجنن وقتها وقالوا الراجل بيهد المنتخب، ازاي تشيل النجوم دي؟ لكن حسن شحاتة كان قافل ودانه، لا بيسمع الإعلام ولا الكلام الشارع. كان بيسمع لجهازه الفني ولضميره بس، لأنه كان مؤمن إن المدرب لو فضل يسمع لكل واحد هيضيع من قبل ما يبدأ. وقتها الدوري المصري كان بيطلع مواهب كل سنة، الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولين العرب والمصري وغيرهم. ومنتخبات الشباب كانت بتلف المحافظات وتختار أحسن العناصر. كان في شغل وكان في متابعة، وكان في طريق واضح من منتخب الشباب لحد المنتخب الأول. وده يمكن كان أكبر فرق بين وقتها وبين اللي حصل بعد كده، لأن أي فترة ناجحة لازم يبقى فيها مدرب شخصيته قوية ولاعيبة جاهزة وشغل حقيقي على الأرض. وده بالظبط اللي حسن شحاتة ابتدى يعمله. ومن هنا ابتدت حكاية المنتخب وابتدى المشوار. أول مباراة رسمية، أول ماتش رسمي لحسن شحاتة، واللي كان قدام ليبيا. والناس كلها وقتها كانت مستنية الراجل يقع من أولها، مستنيين أول تعادل أو أول هزيمة عشان بس يقولوا أهو قلنا من الأول الراجل ده كبير عليه منتخب مصر. لكن المنتخب وقتها عمل عكس كل التوقعات. المنتخب كسب 4-1 والناس بدأت تهدى شوية بشوية. انما حسن شحاتة ما كانش عامل حسابه على ماتش ولا على نتيجة، لانه كان مقتنع جدا ان اللي وقع فيه منتخب مصر بقاله سنين مستحيل يتصلح في 90 دقيقة ولا حتى في كام معسكر. الراجل كان باصص لقدام وكان عارف ان اللي جاي هو اللي هيحدد كل حاجة، لان بعد شوية هتبدأ تصفيات افريقيا، والبطولة المرة دي كانت هتتلعب عندنا في مصر. يعني لو منتخب مصر معرفش يتأهل لبطولة وهو صاحب الأرض فيها، محدش كان هيرحم لا جهاز فني ولا لعيبة ولا اتحاد كورة. ومن هنا حسن شحاتة دخل في الجد، لا بقى يشوف مين زعلان ولا مين الإعلام بيطالب بيه ولا حتى مين اللي الناس عايزاه يلعب. الراجل قال من أولها اللي هيشتغل هيلعب، واللي هيفكر إنه أكبر من المنتخب هيقعد. وما بقاش يفرق معاه اسم اللاعب قد ما كان يفرق معاه مين هيجري ومين هيقاتل ومين هيطلع من الملعب هدومه كلها عرق. ومن يومها كل معسكر كان فيه لاعب يطلع ولاعب ينزل، واحدة واحدة ومن غير دوشة
ومن غير شو إعلامي، لحد ما لقى نفسه ماسك في إيده القوام اللي هو عايزه. قوام منتخب بعد كده هيخلي القارة كلها تعمل له ألف حساب. دخلنا بقى في الجد وبدأت تصفيات أفريقيا. وهنا حسن شحاتة كان عارف إن مفيش هزار، لأن البطولة المرة دي كانت هتتلعب في مصر. يعني لو معرفتش تتأهل وأنت صاحب الأرض، يبقى أنت اللي هتفضح نفسك قدام قارة كاملة. ومن هنا ابتدى المشروع الحقيقي، مش مشروع يكسب ماتش ولا مشروع يرضي إعلام، مشروع بيبني منتخب بيعيش سنين. وواحدة واحدة التوليفة اللي عملها حسن شحاتة بدأت تكمل. الحضري بقى هو الحارس اللي مفيش عليه كلام، قدامه وائل جمعة وعبد الظاهر السقا واللي قفلوا الدفاع كأنك داخل على حيطة. وفي النص أحمد حسن، القائد اللي شال الفرقة كلها على كتفه. وحسني عبد ربه ومحمد شوقي بقوا الموتور اللي ما بيفصلش دقيقة. وقدام محمد أبو تريكة بلمسته اللي كلنا عارفينها، وبركات بجريه، وعماد متعب بالفينش بتاعه، وبعدين عمرو زكي اللي كل ماتش كان بيقول للدفاعات انا هنا. والحلو في حسن شحاته انه ما كانش بيدور على احسن 11 لاعب، لا ده كان بيدور على احسن 11 راجل، 11 راجل يعرفوا يموتوا نفسهم علشان بعض وعلشان المنتخب. كل واحد كان عارف دوره بالظبط. مفيش حد بيجري في حتة غير المدرب طالبها، مفيش نجم بيلعب لنفسه، ومفيش اسم أكبر من منتخب مصر. والإعلام وقتها كان لسه مش مقتنع. كل يوم يطلع يقول هو ليه فلان بره؟ ازاي علان أساسي؟ هو حسن شحاتة شايف إيه محدش شايفه؟ لكن الراجل لا كان بيرد ولا كان بيهتم، كان سايب الملعب هو اللي بيرد. وكل ماتش كان بيعدي الثقة كانت بتزيد، والمنتخب كان بيكبر من غير دوشة ومن غير شو. لحد ما جه يناير 2006 والبطولة بدأت على أرض مصر. وساعتها ابتدى العالم كله يشوف إيه اللي حسن شحاتة بيبنيه من أول يوم. ومصر كلها كانت مستنية تشوف منتخب حسن شحاتة هيعمل إيه. البطولة المرة دي على أرضنا، مفيش أعذار، يا تفرح الناس يا تشيل الليلة كلها. أول ماتش كان قدام ليبيا وفي استاد القاهرة. ماتش كان نار. أكتر من 70,000 جايين يشوفوا المنتخب اللي حسن شحاتة قاعد يبنيه من شهور. وأول ما الحكم صفر حسيت إنك بتتفرج على منتخب تاني. اللعيبة بتجري، بتقاتل، وكل واحد عارف هو بيعمل إيه. متعب سجل، وأحمد حسن سجل، ومحمد أبو تريكة قال كلمته. وثلاثية نظيفة، ثلاثية رجعت الثقة للناس. وساعتها الجمهور بدأ يقول إحنا شكلنا معانا منتخب بجد. بعدها جه المغرب وماتش كان صعب جدا. المغرب كان منتخب محترم ولاعيبته أغلبهم في أوروبا. الماتش خلص وقتها 0-0، لكن النقطة دي كانت مهمة جدا، لأن منتخب مصر أثبت إن بقى عنده شخصية. وبعدها جه أكبر اختبار في المجموعة، كوتيفوار، منتخب مليان نجوم، دروجبا وكولو توريه وأورنا ديندان. والكل قال هنا هنعرف منتخب حسن شحاتة بجد. لكن اللي حصل إن منتخب مصر لعب أحلى ماتشاته، ومحمد بركات كان في حتة لوحده، وأبو تريكة كان بيلمس الكورة كأنه بيلعب في الشارع، ومتعب خلص اللي عليه. ووقتها مصر كسبت 3-1 وطلعنا أول المجموعة. وساعتها الكلام كله اتغير. من كام شهر بس الناس كانت بتقول احنا حرفيا رايحين في داهية. دلوقتي الناس بقت تقول هو احنا ممكن ناخد الكاس؟ وفي أقل من سنة منتخبك اللي كان مفكك بقى منتخب ليه شخصية. من منتخب الناس كانت بتتكسف تتفرج عليه، لمنتخب بقت القارة كاملة هتبتدي تعمل له ألف حساب. خلص دور المجموعات ومصر طلعت أول المجموعة. والناس لأول مرة من سنين بطلت تتكلم عن هنطلع ولا لأ، وابتدت تتكلم عن حلم الكاس. وتحس إن المنتخب ده فعلا بقى عنده شخصية ومش داخل أي ماتش وهو خايف من اللي قدامه. في ربع النهائي استنانا منتخب الكونغو الديمقراطية، وناس كتير كانت فاكرة إن الماتش هيبقى معقد، لكن منتخب مصر نزل لعب كرة هجومية من أول دقيقة. وأحمد حسن ومتعب وميدو وأبو تريكة كل واحد حط بصمته. الماتش خلص 4-1. ساعتها البلد كلها بدأت تقول إن المنتخب ده بقى قادر يكسب أي حد. بعدها دخلنا على منتخب السنغال، منتخب مليان نجوم، الحاج ضيوف وهنري كامارا، وكل الناس كانت شايفة إن هنا المشوار هيقف. لكن حسن شحاتة كان ليه رأي تاني. ولما لقى ميدو مش في يومه قرر ياخد قرار محدش كان يتجرأ ياخده قبل كده، طلعه بره. وقتها ميدو اعترض واتخانق معاه قدام الناس كلها. انما حسن شحاتة ولا توتر ولا رجع في كلامه، ونزل عمرو زكي. وبعدها بدقايق عمرو زكي جاب جون الفوز ومصر كسبت 2-1 وطلعت النهائي. بعد الماتش الدنيا كلها كانت بتتكلم عن الخناقة، البرامج والجرايد والقهاوي، وحتى ناس كبيرة في مصر
اتدخلت تحاول تصلح الموضوع، لكن حسن شحاتة كان خلاص حسمها، وكأنه بيقول لكل اللعيبة اللي مش هيمشي على نظام المنتخب ملوش معانا مكان. وده اللي حصل فعلا، ميدو ما لعبش مع حسن شحاتة تاني، ومن اليوم ده إن مفيش اسم أكبر من منتخب مصر. ولحد ما رحنا للنهائي واللي كان قدام كوتيفوار، نفس المنتخب اللي كسبناه في دور المجموعات، بس المرة دي الموضوع كان مختلف، يا تاخد الكاس يا تضيع كل اللي اتعمل من أول البطولة. الماتش كان نار من أول دقيقة، شد وجذب، فرص هنا وفرص هناك، ودروجبا ورفاقه ضغطوا بكل اللي عندهم، لكن منتخب مصر كان واقف. والحضري كان في يوم من الأيام اللي الحارس بيبقى حاسس فيها إن مفيش كورة هتعديه. التسعين دقيقة خلصت 0-0، والوقت الإضافي خلص هو كمان من غير أهداف، والبلد كلها كانت واقفة على أعصابها، محدش بيتكلم ومحدش عارف إيه اللي هيحصل. الكل كان حاطط إيده على قلبه، لأن كل حاجة بقت متعلقة بضربات الجزاء. وهنا بقى ظهر عصام الحضري، الراجل اللي كان بيقول لأي مهاجم هات اللي عندك. عصام الحضري صد ركلتين وخلى كوتيفوار هي اللي تتوتر، وفي المقابل أبو تريكة ووائل جمعة وعماد متعب وأحمد حسن نفذوا ركلاتهم بمنتهى الثقة. ولما آخر ركلة دخلت، استاد القاهرة انفجر، ومصر كلها انفجرت معاه. الكاس رجعت القاهرة بعد غياب 8 سنين، وفي لحظة واحدة كل الكلام اللي اتقال عن حسن شحاتة قبل البطولة اختفى. ما بقاش حد فاكر لقب المدرب المؤقت، ولا إن الإعلام كان بيهاجمه، ولا إن في ناس كتير كانت شايفاه إنه ما يستحقش الكرسي. الراجل بقى بطل شعب، والمنتخب اللي كان من كام شهر الناس يأسى منه بقى خلاص بطل إفريقيا. مصر كلها نزلت الشارع، مش القاهرة بس، لأ ده كان من اسكندرية لأسوان. العربيات بتزمر وأعلام مصر مالية الدنيا، الناس بترقص في الشوارع كأنها ليلة عيد. محدش كان قاعد قدام بيته إطلاقا، كل مصر كانت بره، وأغاني المنتخب كانت شغالة في كل حتة، والناس مش مصدقة إن الكاس رجعت تاني. وجوه استاد القاهرة المنظر كان تاريخي، اللعيبة شالوا حسن شحاتة على الأعناق، والجمهور فضل يهتف باسمه كأنه واحد منهم. ساعتها حسن شحاتة ما بقاش مجرد مدرب والسلام، ده الراجل بقى بطل شعبي. الناس كانت شايفة إن هو اللي رجع شخصية منتخب مصر ورجع هيبة الفانيلا. ومن الليلة دي ما بقاش حد يقول كلمة مدرب مؤقت ولا حتى مدرب محلي، حسن شحاتة بقى اسمه المعلم. ومن يومها الجمهور سلم الراجل مفاتيح المنتخب، وبقى عنده ثقة فيه ملهاش أي حدود. وبالرغم من كل ده حسن شحاتة كان شايف إن الشغل لسه بيبدأ، لأن أي حد ممكن يكسب بطولة مرة، إنما اللي يكسبها مرتين ورا بعض يبقى عمل حاجة محدش يقدر يقول عليها صدفة. ومن ساعتها المعلم رجع يشتغل من أول وجديد، كل معسكر في لاعب جديد، ولاعب يثبت ولاعب تاني يطلع، ومن غير ما يبوظ شكل الفريق. وقرر وقتها يضم محمد زيدان اللي كان مولع أوروبا وقتها، وفي نفس الوقت قفل ملف ميدو نهائي، وبعد أزمته الشهيرة بقى بره الحسابات خالص. وقتها رسالة حسن شحاتة وصلت لكل اللعيبة، مفيش اسم أكبر من منتخب مصر. ولما أفريقيا 2008 بدأت، مصر فتحتها فوز كبير على الكاميرون 4-2، حسني عبد ربه جاب هدفين، محمد زيدان عمل زيه. وبعدها السودان 3-0، وآخر ماتش تعادل مع زامبيا، وطلعنا أول المجموعة من غير أي وجع دماغ. وفي ربع النهائي أنجولا وقعت 2-1، وبعدها جه الدور على كوت ديفوار، المنتخب اللي الكل كان مرشحه إنه ياخد البطولة، لكن منتخب مصر مسح بالملعب 4-1 كاملة، وأثبت إن لقب 2006 ما كانش مجرد صدفة. لحد ما جه النهائي واللي كان قدام الكاميرون، ماتش مقفول ومستني لقطة واحدة، ولما سونج غلط زيدان خطف الكرة وبصاها لأبو تريكة، وأبو تريكة عمل اللي بيعرف يعمله، حطها في الشباك. 1-0، ومصر رفعت الكاس للمرة التانية على التوالي. وساعتها محدش بقى يتكلم عن حسن شحاتة إنه مدرب مؤقت نهائي، ولا إن بطولة 2006 كانت صدفة أو ضربة حظ. الراجل كان خلاص بنى منتخب، وخلى اسم مصر يبقى أول اسم يخطر في بال أي منتخب إفريقي وهو داخل البطولة. بعد ما مصر أخدت أفريقيا 2008، حسن شحاتة كان عارف إن الفرحة خلصت، وإن الهدف الحقيقي لسه قدامهم، كأس العالم، الحلم اللي المصريين مستنيينه من 1990. بدأ منتخب تصفيات المونديال بقوة، وتصدر وقتها مجموعته، والناس بدأت تحلم بجد. لكن القرعة بعدها حطت مصر مع الجزائر، ومن هنا بدأت الحكاية اللي كل مصر فاكرها. وقبل الصدام ده جه امتحان عالمي، كأس القارات 2009 في جنوب أفريقيا، بطولة فيها أبطال القارات، يعني هتقابل البرازيل وإيطاليا. أول ماتش كان قدام البرازيل،
وخلص الشوط الأول ومصر متأخرة 3-1. لكن حسن شحاتة دخل أوضة اللبس وقال كلمته الشهيرة: مالكم خايفين من إيه؟ هو أنتوا كم مرة هتلعبوا البرازيل؟ العبوا لعبكم واستمتعوا. الكلمتين دول قلبوا الماتش. منتخب مصر رجع من 3-1 ل 3-3، ورغم إن البرازيل كسبت في الآخر بضربة جزاء، إلا إن اليوم ده فضل واحد من أعظم الأيام في تاريخ الكرة المصرية. الماتش ده أثبت إن منتخب حسن شحاتة يقدر يبص في عين أي منتخب في الدنيا. وبعد الأداء ده جه الامتحان الأصعب: إيطاليا، واللي كانت بطل العالم. الإيطاليين دخلوا الماتش وهم فاكرين إن اللي عملته مصر قدام البرازيل كان مجرد حماس أول لقاء، لكن منتخب مصر لعب واحدة من أعظم مبارياته حرفيا. والراجل اللي اتحول لبطل الليلة دي كان عصام الحضري. الحضري يومها ما كانش حارس، ده كان حرفيا تنين مجنح، كان بيشيل كور العقل لحد النهارده مش مستوعب ازاي اتصدت. وكل ما ايطاليا تقرب تلاقي الحضري واقف لها بالمرصاد، ولحد ما جت الركنيه محمد حمص طلع فوق الكل وحطها براسه في الشباك. 1-0، ومصر كسبت بطل العالم. والانتصار ده هز الدنيا كلها وخلى العالم يبص لمنتخب مصر باحترام، وكمان اقتنع ان اللي بيعمله حسن شحاتة ما كانش صدفة، وان المنتخب ده يقدر ينافس اي حد. لكن الكورة ما بتديش كل مرة اللي انت عايزه. اخر ماتش في المجموعة كان قدام امريكا، وكان المطلوب من مصر إنها تكسب وبس. لكن للأسف المنتخب وقع وخسر 3-0 وخرج من البطولة، رغم إنه قدم واحدة من أفضل البطولات اللي لعبها أي منتخب عربي وأفريقي. حتى بعد الخروج كان في إحساس عند كل مصري إن منتخب مصر ده بقى جاهز يحقق الحلم الكبير، حلم كأس العالم. بس للأسف الكرة عمرها ما بتمشي على مزاج حد. منتخب مصر بقى بطل أفريقيا مرتين، ولعب قدام البرازيل وكسب إيطاليا، وخلى العالم كله يتكلم عنه. والناس كمان بدأت تقول المرة دي المونديال خلاص. بدأت تصفيات كأس العالم 2010 ومصر دخلت كل ماتش وهي عارفة إن مفيش نقطة ينفع تضيع، لحد ما بقى واضح إن بطاقة التأهل هتكون بين مصر والجزائر. وفي البليدة خسرنا 3-1، لكن محدش استسلم. وجت ليلة القاهرة الاستاد كان بيغلي ومصر كسبت 2-0، والمنتخبين اتساووا في النقط وفارق الأهداف. فالقوانين وقتها حكمت بإقامة مباراة فاصلة بدل ما يتحدد المتأهل في القاهرة. وكرة بركات اللي محدش ناسيها ولا هو نفسه، ولو جات له 1000 مرة هيحطها في الشباك ال1000 مرة دي، إلا المرة دي عدت جنب القايم وضاعت. وضاع معاها سيناريو كان ممكن يغير تاريخ خاص بجيل كامل. وجت درمان ماتش 90 دقيقة بين مصر وبين حلم شعب كامل. الماتش كان مشحون من قبل ما يبدأ، والضغط كان فوق الوصف. وفي أول شوط عنتر يحيى جاب هدف الجزائر، ومصر وقتها فضلت تحاول وتقاتل لآخر ثانية، لكن الحكم صفر والحلم انتهى. الجزائر وقتها راحت كأس العالم، أما مصر رجعت بوجع، وجع صعب أي حد ينساه. والوجع ما كانش جوه الملعب بس، ده بعثة منتخب مصر بعد الماتش واجهت ظروف صعبة جدا وتوتر أكبر وتأخر في مغادرة السودان وسط إجراءات أمنية مشددة. واللعيبة رجعت مصر وهم شايلين خيبة أمل يمكن كانت الأصعب في حياتهم. صدمة أم درمان كانت كفيلة إنها تكسر أي منتخب، لكن حسن شحاتة رفض يسيب الجيل ده يقف عند الهزيمة، لأنه كان شايف إن قدامهم فرصة محدش في أفريقيا كلها حققها قبل كده: إن مصر تبقى أول منتخب يفوز بالأمم الأفريقية 3 مرات ورا بعض. دخل منتخب مصر بطولة أنجولا 2010 وهو شايل وجع أم درمان، لكن من أول ماتش قدام نيجيريا بان إن الفرقة لسه واقفة على رجليها. وبعدها عدت على موزمبيق وبنين واتصدرت المجموعة بالعلامة الكاملة، وبعدها اتخطت الكاميرون في ربع النهائي، وجه الدور على الجزائر في نص النهائي، الماتش اللي المصريين كلهم كانوا مستنيينه. والرد جه في الملعب 4-0. تحس إن المنتخب كان نازل ياخد بطاره. وفي النهائي قدام غانا نزل جده من على الدكة كعادته ولمس الكورة وسجل هدف البطولة، ومصر رفعت الكاس للمرة الثالثة على التوالي وبقت أول منتخب في تاريخ أفريقيا يحقق الإنجاز ده. وساعتها بقى واضح إن حسن شحاتة وجيله كتبوا اسمهم في تاريخ القارة خلاص. لكن بعد المجد بدأت النهاية، الجيل كبر والاعتزالات بدأت، وبعدها جت ثورة يناير والدوري وقف واتأثر المنتخب، ورحل حسن شحاتة عن تدريب منتخب مصر في يونيو 2011. وكان بعد سوء نتائج الفريق في تصفيات أفريقيا 2012، واللي كانت وسط ضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة. وده كان أمر طبيعي، لأن في الكرة كل ما تدي الناس أكتر الناس بتستنى منك أكتر وأكتر. لكن لو رجعت خطوة لورا وشفت منتخب مصر كان عامل إزاي قبل حسن شحاتة وشفت بقى عامل إزاي بعده، هتعرف قيمة الراجل ده.
هو ما قدرش يحقق حلم كأس العالم وده كانت أكبر حسرة في مشواره، لكن في المقابل بنى أعظم جيل في تاريخ الكرة المصرية وكسب 3 بطولات أفريقيا ورا بعض، وخلى منتخب مصر يبقى اسم أي منتخب أفريقي يعمل له ألف حساب. ويمكن ده أعظم إنجاز للمعلم، إنه حول منتخب كان تايه لمنتخب أكل أفريقيا سنين، وخلى ملايين من المصريين يعيشوا أيام عمرهم ما هينسوها. بعد ما منتخب مصر كسب أفريقيا 2006، ناس كتير قالت دي بطولة الأرض والجمهور، وقالوا إن حسن شحاتة كسبها بدعاء الوالدين. ولما راح غانا 2008 وكسب منتخبات فيها محترفين بيلعبوا في أكبر دوريات أوروبا، قال لك لا يا عم دي بطولة محمد أبو تريكة، كأن حسن شحاتة ما كانش له أي دور. طب 2010 أبو تريكة كان اتصاب وقتها وخرج من البطولة، يعني خلاص ما فيش أي حجة، لكن حسن شحاتة طلع وقتها ورقة جديدة، واللي كان محمد ناجي جده لاعب احتياطي كل ما ينزل يقلب الماتش، لا وكمان في الآخر بقى هداف البطولة. وفي الآخر كل حكاية لازم يجي ليها نهاية. حسن شحاتة ما كانش مجرد مدرب، كان الراجل اللي استلم منتخب مصر تايه ورجع خلى مصر كلها تؤمن بيه، بنى جيل فضل سنين هو سيد إفريقيا. يمكن الزمن يتغير والكرة كمان تتغير وتيجي أجيال جديدة، لكن كل ما حد يفتكر أعظم فترة عاشها منتخب مصر هيفتكر اسم واحد: حسن شحاتة، المعلم، الراجل اللي حول منتخب مصر من منتخب مكسور لأعظم منتخب في تاريخ الكرة المصرية. ما تنساش لو عجبك اللي بنقدمه دوس لايك وشير عشان بيكون مستمر. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.